السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة آية مصطفى من بيج ليتس كوك ويز يويو. وكعادة البيج بتاعتنا دايما بقدم لكم أكل المطاعم والمحلات، ولكن بإيدينا الحلوة من البيت. حلونا النهاردة هو الإكلير. هعمل معاكم النهاردة الإكلير بأشكال مختلفة وبحشوات مختلفة، وهعمل معاكم عجينة الشو بطريقة مميزة جدا وسهلة جدا جدا، وهزين معاكم الإكلير علشان يطلع معاكم زي أفخم الحلوانيين الموجودين في مصر. أنا هنا مستخدمة طريقة بدائية، يعني لا مستخدمة مضرب كهربي ولا مستخدمة كيس حلواني. هستخدم طريقة بدائية جدا علشان يسهل على كل ست بيت تعمله بإيديها في البيت. تعالي بقى معايا ونقولك ازاي تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، ونقول بسم الله ونبتدي بأول حاجة. مقادير عجينة الشو: عندي كوب من المية وكوب من الدقيق، وعندي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وعندي نص كوب من الزبدة، ومعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة أو كيس من الفانيلا الباودر، وعندي معلقة كبيرة من السكر، وعندي رشة صغيرة جدا من الملح. هتجيبي بقى كازارولا او ووك او حلة على النار، وتنزلي فيها بالمية والسكر والملح وتنزلي فيها بالزبدة، وتبدأي تقلبي الزبدة لغاية ما تسيح تماما. ساعتها تنزلي بالدقيق وتقلبي تقلبتين زي ما انت شايفة، وتطفي النار فورا. اطفي النار وافضلي قلبي فيها كويس جدا لحد ما كل تكتلات الدقيق اللي فيها تختفي تماما ويبقاش فيها اي كور من الدقيق. افضلي قلبي فيها وما تزهقيش لغايه ما الدقيق يختفي. اول ما الدقيق يختفي بتبداي تفتحي النار تاني وتفضلي تقلبي فيها لمده لا تقل عن دقيقتين 3 علشان الدقيق يستوي في العجينه. بعد كده بتطلعيها على طبق بره وتفردي العجينه كويس علشان يطلع منها السخونيه تماما. حطيها بقى بعد ما تبرد في بولة غويطة، طمني ان هي بردت. انزلي باول بيضة ومعاها الفانيليا وافضلي قلبي كويس جدا، وده شكل العجينة بعد اول بيضة. انزلي بتاني بيضة وقلبي، وده شكل العجين بعد تاني بيضة. انزلي بقى بتالت بيضة وافضلي برضو قلبي لغاية ما البيضة تختفي، وده شكل العجينة بعد تالت بيضة. انزلي بقى بالبيضة الرابعة الأخيرة وقلبي، وده هيبقى شكل العجينة بعد رابع بيضة. بصوا، العجينة بتاعت عجينة الشو لازم تبقى مطاطية، مش عجينة ناشفة، وكمان لازم تبقى مطاطية. هاتي بقى كيس نايلون عادي جدا وحطيه في كوباية، وحطي فيه كل العجين اللي عندك. وكمان لو مش عايزة تعملي بالكوباية فانت هتستخدمي الكيس عادي وتحطيها في بوز من ابواز الكيس النايلون، وتبدأي تضغطي العجينة في بوز الكيس النايلون وتربطيها بالشكل ده. وبعد كده بتجيبي مقص وتقصي الحتة دي، وتبدأي بقى تحطيها على صينية. انا حطيتها في صينية الفرن العادية جدا، والصينية تبقي فرشاها بورق زبدة، وتبدأي تضغطي بالعجين زي ما انت شايفة كده لغاية ما يبقوا تخلصي كل كمية العجين اللي معاكي. انا عملت معايا 21 قطعة متوسطة الحجم من الاكلير باللي ايديكي. وابدأي بس ظبطي الاطراف، مش مهم الاكلير ذات نفسه يبقى شكله مظبوط، اهم حاجة الاطراف تبقى مظبوطة. دخليه بقى فرن متحمي من قبلها بفترة على درجة حرارة 170، ما تزيدش عن 170. حطيها 40 دقيقة متواصلة، واوعي تفتحي الفرن عليها اطلاقا. في الوقت اللي عجينة الشو في الفرن هبدأ اجهز اول حشوة. اول حشوة اللي هي حشوة الكاسترد. عندي كوب من اللبن الحليب البارد، وعندي معلقة كبيرة من الكاسترد، وعندي معلقة او معلقتين من السكر، وعندي مكعب من الشوكولاتة البيضاء. هتحطي بقى في ووك اللبن والكاسترد والسكر، وتبدأي تقلبيهم على البارد، وبعد كده ترفعيهم على النار على نار متوسطة، وتفضلي تقلبي فيه على نار متوسطة لحد ما يبدأ يسخن معاكي. انزلي بالشوكولاتة بعد ما تكوني بشرتيها، وافضلي قلبي لغاية ما الشوكولاتة تسيح، وافضلي قلبي لغاية ما الكاسترد يتقل معاكي. حطيه على طبق مسطح، وفورا غطيه بالبلاستيك كراب علشان ما يكونش قشرة ويفضل كريمي.
هنيجي لتاني حشوة، هي حشوة الشوكليت. عندي برضو كوب من الحليب البارد اللي هو اللبن البارد، وعندي معلقتين من الكاكاو، وعندي معلقتين من النشا، وعندي معلقتين من السكر، وعندي لا اما مكعب من الشوكولاتة لا اما معلقة شوكولاتة لا اما معلقه شوكولاته سايله. برضه هتحطي كل المكونات ما عدا الشوكولاته على البارد وتبداي تقلبيهم لحد ما يمتزجوا تماما. بترفعيهم على النار على نار متوسطه، واول ما يسخن معاكي بتنزلي مكعب الشوكولاته او الشوكولاته السايله وتفضلي تقلبي لغايه ما الصوص يتقل معاكي ويبدا يبقلل كده يبقى جاهز. حطيه برضه في طبق مسطح، وبرضه غطيه فورا بالبلاستيك راب علشان ما يكونش قشره ويفضل كريمي. وكده حشوه الكاسترد والشوكليت جاهزه. بعد 40 دقيقه فتحت على عجينه الشو وواربت الفرن، وهسيبه 10 دقايق والفرن متوارب. وبعد ال10 دقايق طلعته، اديكوا شفتوا ما شاء الله منفوخ جدا وهش جدا جدا وكمان خفيف جدا ولونه ذهبي رائع وكمان مش متحمر من تحت اهو. ما شاء الله عملوا معايا 21 واحدة. دلوقتي انا فتحتها قدامكم عشان اوريكم قد ايه ما شاء الله من جوه فاضية خالص. هنيجي بقى نحط الحشوتين في كيس نايلو بنفس طريقة عجينة الشو، واجيب واحدة من عصيان الشيش وابدأ اخرم عجينة الشو من الجنب بالشكل ده. اجي بقى للحشوات بقصتها بالمقص واحط بوز الكيس في عجينة الشو في الخرم اللي انا عملته بعصاية الشيش، واضغط بالكيس اللي فيه الحشوة واظبط الجناب، وهعمل نص الكمية بالشوكولات ونص الكمية بالكاسترد، وحشيت 4 كده بكراميل كان عندي. دلوقتي بقى هتجيبي شوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء وهتبداي تسيحيها وتحطي فيها الاكلير بالشكل اللي انتوا شفتوه. هتبداي تزيني، زينت بالورد المحمدي بالشكل اللي انتوا شايفينه. كان عندي كور من الشوكولاته، حطيت واحده حمراء ولفيت حواليها كرات من البيضه وحطيتها على جنب كده عشان تدي شياكه، وحبه حطيت عليهم كرات من الشوكولاته، وحبه حطيت عليها فرماسيل، وحبه حطيت عليهم كورن فليكس، وحبه حطيت عليهم الشوكليت بالمعلقه اللي هو رايح جاي، وحبة حطيت عليهم الفرماسيل الملون، وحطيت على الشوكليت اللي هي اللي معمولة بالشوكليت برضو ورد محمدي، وزينته بالطريقة اللي انتوا شايفينه ده. وطلعت تحفة. شايفين قد ايه هي مفرغة من جوه لما فكتها، لما قصيتها بالسكينة مفرغة وجميلة جدا من بره وجوه، وطعمها جنان وعجبت كل اللي اكلوها الحمد لله. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة. كان معاكم آية ومصطفى من بيج ليتس كوك ويز يويو. لو حابين تشوفوا الوصفة بالصور وخطوات ما تنسوش تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك باسم ليتس كوك ويز يويو، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب باسم آية ومصطفى ليتس كوك ويز يويو. ولو عجبتكم الوصفة تنسوش